دول الالوان اللي معايا. العطر الزيتي ثباته اطول، بس انا بفضل العطر المائي. واحده مره قالت لي انا جلدي بيسخن لما بيجي عليه حاجات زيتيه، فالناس دي افضل حاجه ليها انها تستعمل عطر مائي اللي هو الخمره. ان للاسف الخمره اتضربت بمعنى ايه؟ ان هي اتقلدت. ان للاسف في حاجات لما بتنزل وبتعمل كده ضجه جامده بتتضرب وبيتعمل منها كوبي كتير، وبتلاقي بقى الكواليتي بتاعها وحش. فانتي ممكن تكوني جربتي خمره سوداني كوبي وانتي انطباعك عنها انها طلعت وحشه، وهي تكون كوبي اصلا، ما تكونيش جربتي الاصلي. هاي، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده انا مأجله بقالي فتره علشان اقول لكم رايي فيه بكل امانه وبجد، يعني كل كلمه هتستفادي بيها ان شاء الله. طيب الفيديو ده عن ايه؟ ده عن الخمرة السوداني اللي بقى قعدت فترة مكسرة الدنيا وكان في كلام كتير عنها، وهعرفك ايه الكوبي وايه الاصلي وهعرفك الروايح وكل حاجة. فلو انتي مش متابعاني الاول اعملي لي سبسكرايب في القناة، وما تنسيش طبعا تعملي لايك عشان تشجعيني انزل لك كل حاجة جديدة. يلا بينا نبدأ الفيديو عشان ما نطول. طيب ايه هي الخمرة السوداني؟ عشان في ناس كتيرة ما كانتش عارفاها. الخمرة بضم الخاء، الخمرة السوداني دي حاجة بيعطروا بيها السودانيين جسمهم بعد الشاور أو عموما. دي مش مخصصة لهدوم، دي مخصصة للجسم نفسه. حلوة جدا، وأجمل ما فيها إن عجباني إن هي عطر مائي مش عطر زيتي، وهنعرف ايه الفرق دلوقتي. تعالوا الأول نشوفهم ونشوف ايه الأنواع اللي معايا والألوان، لأن هما بالألوان. طيب دول كده، دول الألوان اللي معايا. بصوا تقريبا كل الالوان الموجوده. ده الابيض وفي لونين احمر، ده الاحمر اللي هو الصريح وده الاحمر اللي على بينك. طبعا كل حاجه ريحه مختلفه عن التانية تماما. وده برضو لونين اصفر، ده اصفر كده يعني مش عارفه شبه ايه، داخل فيه لون ابيض شويه فمخليه لونه مختلف، وده اصفر شفاف. ايه هو الاول الفرق بين العطر المائي والعطر الزيتي، وانا بفضل ايه؟ العطر المائي ثباته حلو جدا، العطر الزيتي ثباته اطول، بس انا بفضل العطر المائي. بالذات ان في ناس بتتحسس من الحاجات اللي فيها زيوت، يعني في ناس مثلا المخمريه والحاجات الزيتيه شويه بتمشي معاهم جدا، وفي ناس تقولك لا الحاجات الزيتيه دي لما بتيجي على جسمي جلدي ما بيستحملهاش، جلدي بيتعب او بكده او بيسخن. في واحده مره قالت لي انا جلدي بيسخن لما بيجي عليه حاجات زيتيه. فالناس دي افضل حاجه ليها انها تستعمل عطر مائي اللي هو الخمره. العطر بتاع الخمرة عطور حلوة جدا، وزي ما قلت مائية، ثباتها حلو جدا مش خفيفة. بس زي ما قلنا العطر الزيتي بيبقى ثباته اطول اللي هو زي المخمريات. طبعا مش كل انواع المخمريات، في حاجات بتبقى مضروبة مش حلوة خالص، انما خلينا بنتكلم دلوقتي على العطر المائي. بالنسبة للخمرة الاصلي اللي انا جربتها حلوه جدا، بس لازم تجيبي الاصلي. طبعا ما تنسيش ان انا هسيب لك لينك الجروب اللي تقدري تجيبي منه كل الحاجات دي بافضل الاسعار وكلها حاجات اوريجينال. هسيب لك اللينك في صندوق الوصف او في اول كومنت، ما تنسيش تبصي عليه بعد الفيديو. نرجع تاني لمرجوعنا عن الخمرة السوداني. روايحها كتيرة وثباتها حلو جدا، بس زي ما قلنا لازم تكون أصلي وتكوني متأكدة من المصدر اللي انت جايبة منه. طيب ايه الفرق؟ الروايح. طيب الروايح للأسف مش ثابتة في كله، يعني الأبيض مثلا هنا ممكن تجيبي أبيض من مكان تاني أو من محل تاني أو من جروب تاني وتلاقي ريحته مختلفة. ليه؟ لأن للأسف الخمرة اتضربت بمعنى ايه؟ ان هي اتقلدت. لان للاسف في حاجات لما بتنزل وبتعمل كده ضجه جامده بتتضرب وبيتعمل منها كوبي كتير، وبتلاقي بقى الكواليتي بتاعها وحش. فانتي ممكن تكوني جربتي خمره سوداني كوبي وانتي انطباعك عنها انها طلعت وحشه، وهي تكون كوبي اصلا، ما تكونيش جربتي الاصلي. فاهماني؟ بس دي الفكره. فبالتالي علشان الخمرة اتضربت فبقى الروايح مختلفة. ممكن اي حد بيجيب ازايز فوارغ، والله انا شفت ناس بتبيع فوارغ من الازايز اشكال مختلفة وبتعبيها اي حاجة، انت ما تعرفيش هي جواها ايه او حاطة العطر منين او جايبة منين، ولا من السودان ولا من اي حاجة. هما عشان يبيعوا جايبين اي عطر وحاطينه وخلاص دي خمرة. عشان كده بقول لازم تتأكدي من المصدر ان هو بيجيب حاجات اوريجينال. وتاني هقول هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. بالنسبه بقى نتكلم على الالوان او الانواع اللي معانا، اقول لكم رايي في الروايح اللي معايا. اول حاجه ما تنسيش قبل ما تستعملي الخمره لازم ترجويها كويس جدا، لان ساعات بيبقى فيه رواسب، دي الاصلي طبعا بيبقى فيه رواسب تحت بتتركز، فلازم ترجيها كويس عشان العطر يبقى متوزع في الخمره كلها. اول واحده اللي هي لونها ابيض كده، بصوا ريحتها خطيره. انا اصلا من قبل ما اجربها وكانت ريحتها مجرد ما بفتحها البدينيه وعجباني جدا.
هي ريحتها غربي. أنا اصلا مجربه الروايح دي كلها قبل كده، انا اشتريتهم تاني عشان اعمل لكم بيها فيديو، وفي نفس الوقت عجبوني فحبيت يبقوا عندي. بصوا دي الريحة على غربي. طبعا بصوا هو بيجي فيها كده كيس من عند الازازة من هنا، انتي ممكن تشيليه بمجرد ما يوصلك. احنا بس بيبقى الكيس ده علشان خاطر في الشحن ما يتسربش منها حاجة، فبتبقى محكمة الغلق اكتر. انما عشان هيبقى صعب عليكي كل مرة تشيليه وتحطيه، فممكن تستغني عنه خالص وتخليها من غيره. الابيض كانت الريحه حلوه جدا، ريحه برفيوم غربي كده، وزي ما قلت لكم ثباتها حلو، بالذات بعد الشاور لما بتحطيها على الجسم كله بتبقى ريحه الجسم والجلد تحفه جدا. بالنسبه للريحه الصفراء الغامق دي، هي ريحتها حلوه جدا بس قويه. الناس اللي بتحب الروائح القويه دي ريحتها، بس مش شرقي خالص. هي ريحتها مش عارفه اقولك شبه ايه، بس هو غربي قوي فحلوه جدا. نيجي للصفرة الفاتح دي، بصوا الفواتح دول ما بيبقاش فيهم تركيزات تحت، يعني مش هتلاقي رواسب. الحاجات اللي بتبقى غامقة هي بس اللي بتبقى محتاجة تترج، لان بيترسب حاجات تحت. انما الفاتحة دي والاحمر دول بيبقوا مش محتاجين يترجوا، بيبقوا مفهومش رواسب تحت. الصفرة دي برضو حلوة، وبرضو من الحاجات القوية. دي هتحسوها اقوى شوية، بس دي برضو من الروائح القوية مش الهادية، فاللي بيحبوا الروائح القوية هيحبوا الاتنين دول جدا. نيجي بقى للحمرة دي، بصوا هي كده ميكس غريب، تحس ان فيها سنة شجري بس خفيفة جدا، يعني مش قوية. المشكلة بس بتاعتها ان هي، بصوا عملت لي ايدي ايه، هي بتحمر لي ايدي، يعني تحسي ان فيها اللون واضح. فده ممكن نستعمله في الناس اللي بتحب تستعمل الدم الغزال والحاجات بتاعة التوريد للرجل او كده، ممكن جدا تستعمليه. هيورد بصوا وثابت ما بيطلعش يعني بصعوبة شوية، عايز غسيل شوية عشان يطلع، بس هو اللون الاحمر بتاعه على فكرة حلو جدا. في الاخر واحد بصوا هتلاقوا فيه تحت هنا كده ابيض، دي الحاجات اللي برواسب اللي بقول لكم بتبقى موجودة، لازم تترجع عشان الازازة كلها تندمج مع بعض. ده برضو ريحته تعتبر وسط، ولا قوي ولا هادي. بصوا اللي بيحب الروائح القوية هيحب الحمرة دي والصفرة دي والصفرة الشفافة اللي قلنا عليها من شوية، دي روايح قوية. الحمرة دي تعتبر وسط ما بين القوي والهادي، والبيضة دي اللي بيحب الروائح الهادية والناعمة هيحبها جدا. دي بقى مش بتعمل لون احمر زي ما دي بتعمل، دي اللي بتورد جامد. انما الاحمر دي بصوا الفرق اهو بين اللونين، الاحمر دي مش بتعمل، انما دي اللي بتورد زي ما انتم شايفين كده، اكيد باين. الخمرة دي انصح بيها مين؟ انصح الناس زي ما قلت في اول الفيديو اللي بيتحسسوا من العطور الزيتية وعايزين يعطروا جسمهم بريحة حلوة بس في نفس الوقت ما تتعبهمش. زي ما قلت في بعض انواع الجلد بتتحسس من الزيوت، فالناس اللي انصحها بيها اللي ما بيحبوش الزيوت على جسمهم او الملمس بتاع الفازلين والحاجات اللي فيها شوية دهون دي، فده هيعجبهم، هيعطر. بس زي ما قلنا نسبة تعطيره نسبة مش طويلة زي الزيتي، معقولة بس احسن من ما فيش. بس كده ده فيديو النهارده، يا رب يكون عاجبك. يا ريت ما تنسيش تعملي لي لايك، واشوفكم قريب ان شاء الله، وباي باي.